اهلا بيكم الفيديو الجديد، الفيديو المنتظر اللي كنت قلت لكم عليه عن مؤامرة المليونيرات على الزمالك وعلى ذبح مرتضى منصور. الحقيقة كلها جبتها لكم في كبسولة سريعة. فاكرين كارتيرون لما هرب؟ هتقولي نعم. كارتيرون ايه يا عم؟ فاكر كارتيرون لما هرب ومشي؟ هو ما هربش. اتضح ان رجل اعمال مصري كاره لمرتضى منصور ثم للزمالك وجماهيره هو اللي ودى كارتيرون للتعاون السعودي هدية. فاكرين القضية دي لما قلنا كارتيرون هرب؟ لا، ما هربش. هو لما لقى ابن من ابناء نادي الزمالك او رجل اعمال من رجال اعمال نادي الزمالك بيعمل كده، يقول لك انا هخاف على نادي الزمالك زي الراجل بتاعهم اللي مش خايف عليهم، وفي الاول وفي الاخر ليا مصلحتي. عمل ايه بقى رجل الاعمال المليونير؟ قال له انت بتاخد كام في الشهر؟ قال له باخد 170 مليون دولار، 170 الف دولار. قال له يعني في السنه بكام؟ يعني حوالي ما جبتش حوالي 2 مليون. لا، انا هديك في الشهر 400 الف دولار، يعني في السنه 4 مليون و800 الف دولار، وهحطهم لك في حسابك كاش. قال له ماشي. طب وفي 250 الف شرط جزائي؟ قال له خلاص هتاخد ال 4 مليون و800 الف دولار في حسابك، والشنطه دي فيها 250 الف دولار بالشنطه نفسها، تروح توديهم لمين؟ لمرتضى منصور، وقول له ده الشرط الجزائي بتاعك. وقام واخده من ايده موديه التعاون السعودي مجانا، هديه من رجل الاعمال المصري للتعاون السعودي. طبعا التعاون السعودي زغرط، هو ماله؟ جاب له كارتيرون اللي مكسر الدنيا مع الزمالك ببلاش، ماشي. وهو نفسه راجل اعمال عارف ان لو كارتيرون كان فضل في الزمالك كان هياخد بطوله افريقيا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا بعد بطوله افريقيا مرتضى منصور اتشال ودرمغنا واللي وبعد كده رجع مرتضى منصور تاني بوقف قيدين. الزمالك موقوف من القيد مرتين زي ما احنا عارفين. طبعا ده كان بالنسبه لرجل الاعمال حاجه جميله. طيب ايه اللي يحصل؟ نجيب فيريرا واحد، فيريرا المحترم، يقوم بالاشبال والناشئين ياخد دوري وكاس، الدنيا هتبوظ. ايه يا جدعان؟ ده مش احنا متفقين على كده؟ احنا عايزين نذبح مرتضى منصور. طب نعمل ايه؟ مرتضى منصور القيد اتفتح، جاب صفقات، قاموا جايبين لك فيريرا. تعالى يا عم فيريرا، انت بتاخد كام؟ قال لهم باخد كذا. قالوا طب ايه رايك؟ مليون دولار وتفطس لنا الصفقات دي وتطلع الزمالك من الدوري والكاس وافريقيا. قال لهم ارموا بياقكم. قاموا مدينه 500 الف دولار، حطهم في حسابه. طب انا كده يا جدعان هيبقى ليا شرط جزائي مش هاخده وبتاع. قال له شرط الجزائي بتاعك كام؟ قال لهم 500 الف دولار برضه. قال له هنبعت لك 500 الف دولار عادي جدا. طب يلا يلا نبدا الخطه. عايزك تفتش لنا الصفقات دي كلها. وطبعا زي ما انتم شفتوا مفيش صفقه لعبت، وحتى الجداد احمد بالحاج اللي كان جامد وناصر مش عايز يلعبهم اصلا، والراجل خلاص اخد فلوسه واخد حسابه واخد كل حاجه، ودمر مرتضى منصور في الصفقات. لان فريرة يعني مش ابن الزمالك وراجل محترف مش فارق معاه اي حاجه. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، ان ورا كل الكعبله اللي احنا فيها دي رجل اعمال مصري هو اللي طير كارتيرون، وهو اللي اتفق مع فيريرا انه يفطس الصفقات عشان يذبحوا مرتضى منصور.